أهلا بكم أعزائي المتابعين في فيديو جديد مليء بالأحداث المشوقة. ظهر خبر على بعض الصفحات يتحدث عن تعرض النجمة التركية يامور يوكسال لحملة تنمر وهجوم شرس، الأمر الذي دفع محاميها لإصدار بيان قانوني قوي. فهل هذا صحيح؟ وما حقيقة ما يحدث؟ دعونا نكشف التفاصيل معا. تداولت بعض وسائل الإعلام بيانا نسب إلى المحامي فولكان محامي يامور يوكسال، قال فيه إن موكلته تعرضت لمضايقات غير مبررة على خلفية مشاركتها في أحد المشاريع الأخيرة. وقد جاء في البيان: تم تقديم طلب رسمي للمحكمة بإصدار قرار حماية اليامور. القرار يشمل منع الاقتراب منها لمسافة معينة، ومنع الاتصال بها أو توجيه أي كلمات مهينة أو مسيئة. وفي حال مخالفة القرار فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أيام إلى عام كامل، وقد تزيد في حال التكرار. ما الذي دفع الأمور للتصعيد؟ بحسب ما تم تداوله، بدأت القصة عندما أعلنت يامور عن مشروعها الجديد تحت عنوان الاصطدام، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية. فوجئ الجمهور بخروج أحد الأشخاص ممن شاركوا ككومبارس في مسلسل سابق يدعى صلاح الدين، ليدعي أن العمل الجديد مسروق من مشروع آخر. ثم بدأت حملة هجوم شرسة على يامور شملت شتائم عبر السوشيال ميديا، بل وتورطت حسابات مجهولة في نشر محادثات خاصة، واتهم البعض باستئجار أشخاص للهجوم عليها علناً. وظهرت شخصية مثيرة للجدل زعمت أنها كانت على علاقة بأحد الشركاء في العمل. تداول البعض أنها أرسلت هدايا ورسائل للفنان الشريك، وأنها تقود حملة تشويه ضد يامور. وبعد أن كشف الفانز هويتها أغلقت حساباتها ليومين، ثم عادت وفتحتها مجددا بشكل مفاجئ. ولكن الرد كان حاسما من أذربيجان. يامور شاركت في فعالية إنسانية تخص التوعية بمرض التوحد في مدينة بابوكايا بأذربيجان. استقبلت هناك بحرارة، زهور فاخرة، تورتة ضخمة عليها صورتها، وبطاقة ترحيب كتب عليها: مرحبا بك في أذربيجان يا يامور يوكسال. وكان من بين الحضور نجم مسلسل المدينة البعيدة الفنان أوزان أكبابة، الذي حضر مع عائلته في رسالة دعم واضحة. مجرد ظهور يامور كان كفيلا بإشعال مواقع التواصل من جديد، فكل صورة لها تتحول إلى مادة للحديث، وكل حركة تحلل وتنشر في صفحات المجلات. لكن السؤال المطروح الآن: هل ما تتعرض له يامور مجرد هجوم من الحاقدين، أم أن هناك صراع خفي في الكواليس؟ ومن جانبها ذكرت صحفية تدعى بيرسون أن يامور تستعد لمسلسل جديد، فهل يكون هذا العمل هو الرد الفني الأقوى على كل هذه الحملات؟ وفي الختام، يامور يوكسال تواصل طريقها بثبات وترد على الهجوم بالنجاح، وتحقق حضورا إعلاميا لا يمكن تجاهله. لكن ما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن هناك من يسعى بالفعل لإسقاطها، أم أن الأمر مجرد ضجة عابرة؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، لأننا نقرأ كل تعليق. ولا تنسوا تدعمونا بالإعجاب، وانتظرونا دائما في تغطية جديدة وحصرية من قلب الوسط الفني التركي.